السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده قولوا لي مين بيحب الاكله الفظيعه دي. عاملين بقى كده اكله كده تستاهل بقكم. حاجه كده تحفه. شويه كشري بعدس اصفر، شويه بطاطس محمره، شويه بتنجان مخلل، حاجه كده ريحتهم جباره. بجد يعني الاكله تحفه. وهنعمل بقى معاها كده شويه صلصه كده بقطع الطماطم والثوم والفلفل الحامي. حاجه كده طعمها تحفه يا جماعه، مش قادره اقول لكم. بصوا كده شوية الصلصة دول مع الكشري خطير. بصوا بقى، اهم حاجة عندنا النهاردة ان احنا عايزين نعمل اكل حلو. هنعمل اكل حلو بس ندق التوم بقى كده شوية، بس يكون فريش كده، ما يكونش بالثوم متخزن عشان يدينا الريحة والطعم التحفة. وشوية طماطم وشوية فلفل حامي وقرن فلفل بارد وشوية ملح ورشة كمون وعصرة ليمونة كده، وهناكل احلى طعم في الدنيا. صلصة كده حلوة جدا، تاكل جنب اي حاجة، تاكل ساقعة، تاكل سخنة، تتاكل جنب كل حاجه واي حاجه. بجد طعمها حلو قوي. شويه زيت كده هننزل عليهم بالثوم، مش هنشوحه يعني لدرجه ان احنا نحمصه، لا مجرد بس الريحه تبدا تطلع كده وهو لسه ني. هننزل عليه بالطماطم اللي احنا قطعناها بقى ونزلت الميه بتاعتها، هتتسبك بقى فيها كده وهتدينا طعم مش قادره اقول لكم عليه. والريحه يا جماعه جباره، والله العظيم الريحه بجد تحفه. مجرد ما غليت بس كده غلوه، هننزل عليها بالفلفل بتاعنا الحامي مع البارد، الفلفل الرومي. ولو حابين تخلوها اكتر يعني حاميه، تزودوا بقى الفلفل الحامي براحتكم على حسب رغبتكم، عايزين تقللوه عايزين تزودوه. حلو جدا. رشه كده كمون بسيطه جدا، رشه ملح بسيطه لان هنحط ليمون واحنا حاطين طبعا توم مع ملح قصدي مع التوم. هنسيبه بقى كده يتقلب مع بعضه كده، وتاخد وتدي وتشرب كل الميه اللي الخضار بقى هينزلها، وتتسبك كده والزيت بتاعها ينطر على الوش كده، تبقى معانا كده حاجه تحفه. بصوا ريحتها مش قادره اقول لكم، الريحه حلوه جدا. تكاد تكون هي اكتر حاجه اتاكلت مع الاكل. الكل انبهر بطعمها، حلوه جدا يا جماعه بجد، وتفتح النفس قوي. مع الفطار تنفع، مع الغدا تنفع، حاجه كده تحفه. هنجيب بقى بعد كده شوية الرز بتوعنا، كوبايتين من الرز عليهم كده، أنا بحب أحط العدس كتير. هنحط كده كوباية وربع مثلا، أو كوباية ونص من العدس على كوبايتين الكبار الرز. يبقى متناسق يعني، ما يبقاش ده زاد قوي ولا الرز ناقص قوي، لان العدس لو زاد بزياده بيعجن الرز للاسف، ما بيبقاش طعمه حلو وما بيبقاش شكله حلو برضو. يعني يبقى متوسط، كوبايتين الرز معاهم كوبايه او كوبايه من العدس. هقول لكم بقى الطريقه بتاعتي في هنا حلوه جدا. مش هنشوح بقى اي حاجه، ولا هنشوح رز مع العدس ولا كده. هنحط معلقتين حبه زيت ومعلقه سمنه بلدي حلوه كده نقدحهم، وهننزل عليهم بالميه تغلي مع الملح بتاعهم، وهننزل عليهم على طول الرز بتاعنا والعدس اللي احنا غسلناهم. وبالطريقه دي ما بياخدش في التسويه 10 دقايق. يعني مش لسه هنستنى بقى نشوح الرز مع العدس مع الماده الدهنيه ونستنى لما يتشرب الميه، لا اما بنغلي الميه مع الماده الدهنيه بتاعتنا وننزل عليها بالعدس، بتستوي بسرعه جدا مع الرز. بيبقى الكشري بتاعنا جاهز حلو جدا ومفلفل كده وطعمه تحفه. اول ما يبدا يتشرب بقى بنهدي عليه النار خالص ونسيبه يتشرب مع راحته. هنيجي بقى بعد كده هنجيب شويه التوم اللي اتبقوا مننا دول، هننزل عليهم بشويه كزبره كده متقطعين صغير، وحته فلفلايه برضو كده، وهندقهم مع بعض مع عصره ليمونه، تبقى معانا دقه للبتنجان، طعمها وريحتها جباره بجد والله العظيم حلوه جدا. وفي الاخر هيبقى بقى معانا الاكل التحفه ده. نحمر البتنجان وهنحط عليه الدقه بتاعته، وهنحمر كده شويه بطاطس، وهنبقى معانا اكله تحفه. عاوزين بقى تسلقوا بيض وتدحرجوه كده في حته سمنه او ما فيش مشكله براحتكم خالص. احنا اكتفينا بالوجبه دي، وكانت وجبه حلوه جدا ومشبعه جدا، وكفت يعني بتدينا كميه كبيره وبتكفي اعداد كبيره. ويا رب ان شاء الله كده الوصفه تكون عجبتكم، وتكون خفيفه بسيطه. هنعمل وصفات حلوه بسيطه وسهله، وتكون في نفس الوقت طعمها حلو، وتكون مغذيه برضو، اهم حاجه ان هي تكون مغذيه وما تكلفناش برضو الى حد ما. يعني مش هنقول تكلفة قليلة بس الى حد ما، يعني اكلات حلوة وموفرة، وفي نفس الوقت تكون بتدينا زي ما بنقول قيمة غذائية كويسة. طبعا معانا البتنجان قيمة غذائية عالية جدا جدا، معانا العدس برضو قيمته الغذائية حلوة جدا وعالية، معانا برضو الطماطم، معانا الثوم، كل الحاجات دي قيمتها الغذائية حلوة جدا. في نفس الوقت عملنا أكلة حلوة وطعمها حلو ورضينا كل الأطراف يعني.